هاي، لو انت بتتفرج على الفيديو ده وانت نايم على السرير، مش علشان تعبان، لا، عشان مالكش نفس تقوم. لو عدى نص اليوم وانت لسه ما غسلتش وشك، لو كل ما تفكر تعمل حاجة جسمك يقولك لا، لو التلاجة مليانة اكل وانت بتكسل تطبخ وبتطلب دليفري، يبقى الفيديو ده ليك. اعمل اشتراك واستناني. في واحد صاحبي اسمه مازن، كان بيطلب دليفري حتى وهو الاكل جاهز، بس لمجرد انه يسخنه. كان اكتر نشاط بيعمله هو انه يقوم يدور على ريموت التلفزيون. مازن ده لما فكر انه يعمل تحاليل فيتامين دي، التحاليل بينت كأنه هو شخص ما شافش الشمس من 2010. طبعا انت عرفت الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه. الفيديو بيتكلم عن الخمول. الخمول ممكن يكون من حاجات بسيطة جدا زي نقص فيتامين دي اللي هو موجود هنا في الشمس اللي انا شايفها دي. الخمول ده بيكون اسبابه حاجات بسيطة جدا، حاجة واحدة متوفرة عند الناس كلها تقريبا، هي الشمس. او برضه فيتامين بي 12 اللي بيخلي اعصابك حديد وصاحي وفايق كده، وتبقى تشوف صاحبك تقول ايه ده، اشمعنى هو مركز وسرعة بديهة وبيجاوب بسرعة وانا لا. هل عملت تحاليل؟ ممكن برضه يكون الاسباب هي الغدة الدرقية، عندك مشاكل في الغدة الدرقية. وبرضه في اسباب تاني زي انك مش بتاكل اكل صحي، مش بتشرب مياه كفاية، اكلك كله عبارة عن بيبسي، برجر، الحاجات اللي هي تيك اواي. والحاجات دي كلها بتسبب خمول رهيب في الجسم. لو كل ده تمام وانت برضه لسه حاسس انك عامل زي الحمار المكهرب مش قادر تتحرك من مكانك، بس انا هنا بعتذر للحمار، يبقى هنا احنا لازم ندخل على الاحتمال التاني، الا وهو انت مش كسلان، انت مكتئب. ممكن الاكتئاب يلبسك بيجام ويخليك تمسك الريموت بتاع التلفزيون يقول لك خد اتفرج على نفسك، شوف نفسك كل يوم وانت بتقوم وبتنام وبتقوم وبتنام، مفيش اي حاجة جديدة بتعملها ولا اي انجاز. الاكتئاب ممكن يعمل كده. الاكتئاب ساعات بيخلي الجسم يتقل، فيخليك بدل ما تعمل حاجة او تنجز حاجة يتقلك ويخليك نايم على السرير، ما تتحركش ولا تعمل اي حاجة وتبقى كسول، هتكون جعان وما تقدرش تنزل تجيب العيش. وهنا الحل بكل بساطة، انا مش هقولك قوم اجري 50 كيلو، مش هقولك اعمل مجهود بدني يقتل الفيل مثلا، علشان انا عارف انك مش هتقوم تشرب المية غير لما حد يجيبلك لحد عندك. الحل هو قوم دلوقتي، قوم اقف قدام المراية وقول لنفسك انا مش نبات ظل، لا انا انسان بتحرك وفيها عضلات تقدر تحركني وتوديني وتجيبني. علشان انت انسان محتاج نور، محتاج طاقة، محتاج حركة. انت مش نبات ظل فعلا، انت انسان. وهنا الحل الامثل اللي كلنا مستنينه، حل بسيط جدا واعتقد مش انا اول حد اتكلم فيه، هو انك تقوم ترمي نفسك على الحاجة وتبدأ بحاجة اسمها قاعدة ال5 دقايق. انت هتبدأ في اي حاجة ل5 دقايق بس. يعني لو وراك مذاكرة هتقول لنفسك يلا انا هذاكر 5 دقايق بس وخلاص، مش هذاكر اكتر من كده. لو وراك شغل معين تقوم انا هعمل الشغل ده لمدة 5 دقايق بس وهسيبه. لو وراك تمارين قول لنفسك انا هنزل اجري بس ال5 دقايق، مش هعمل حاجة تاني غير 5 دقايق جري بس. وصدقني ال5 دقايق عمرهم ما هيكونوا 5 دقايق، ولكن ال5 دقايق اسهل على عقلك انه يستوعبهم ويبدأ فيهم. فابدأ دلوقتي ببس 5 دقايق مش اكتر. وفي النهاية بقول لك الخمول مش كسل، الخمول ده صرخة من جسدك بيقول لك ساعدني ارجوك. لازم تعرف السبب، لازم تتحرك خطوة ورا خطوة ناحية هدفك، وما تحكمش على نفسك. انت مش مريض، في ناس كتيرة قوي شبهك، بس الفرق بينك وبينهم ان انت هتقوم دلوقتي وتتحرك وهم هيفضلوا قاعدين مكانهم. انت تستاهل كل خير وتستاهل انك تكون في مكان احسن من ده، فما تضيعش ده وانت نايم على السرير بتقلب في التليفون، ما تضيعش ده وانت بتعمل في حاجات ملهاش اي 60 لازمة. فارجوك قوم دلوقتي وابدأ في الحاجة اللي بتعملها من غير اي مقدمات، من غير اي مبررات. قوم دلوقتي حالا. وطبعا لو وصلت لحد هنا لازم تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان الفيديوهات بتاعتي توصل لك اول باول.
تعملي لايك. وبس كده يا صاحبي، سلام.